هغلط بعدين اتوب. للاسف بنشوف ناس كتير بتعمل الحركه ديت، وده شيء غلط طبعا خالص، لان محدش ضامن عمره. ده اولا. ثانيا، انت لما بتعمل خير فانت بتزداد خير، لما بتعمل سوء فانت بتزداد سوء. فانت مش ضامن ان ضميرك يفضل صاحي عشان تتوب اصلا يعني. مثال بسيط على كده، اللي بيسرق ممكن هوب يلاقي حد جاله في السكة وهو بيسرق، اتخض اترعب، قتله، بقت جريمة قتل. فاهم؟ خلاص بقى قتل قتلة أصلا، بقى دي جريمة لجريمة تانية. إنما على عكس اللي بيعمل خير هو بيزيد خير ويا سيدي أنا ضامن نفسي وأنا بتحكم في نفسي وهبقى أتوب بعدين. طب ما تعملش الحاجة دي أصلا طالما أنت جامد تتحكم في نفسك، وما تعملش الحاجة دي، لأن خلق الإنسان ضعيفا يعني تتخلق ضعيف. وهديك مثال بسيط على كده. أني أسهل، اللي بيشرب سجاير وبطل أو عايز يبطل، ولا اللي مشربش أصلا؟ اللي شرب سجاير لما يبطلها هيلاقي ناس بتشرب، هيبقى ماسك نفسه بالعافية وبيتألم، وممكن يرجع يضعف ويشرب. على عكس اللي مشربش أصلا، هو مش هيجي في باله أي حاجة أصلا لأنه مشربش، هو عادي. فاهم؟ ده غير كمان انت يوم القيامة هتندم على كل ثانية انت ما عملتش فيها حاجة، اللي هو انت ما عملتش فيها خير، اللي هو انت مسبحتش، ما ذكرتش ربنا، ما قريتش قرآن، ما عملتش أي حاجة. فما بالك بقى في اللحظات اللي انت عملت فيها غلط وعصيت ربنا في اللحظات دي؟ شوف بقى ساعتها هتندم عليها قد ايه. فبس الدنيا مش مستاهلة، وربنا يوفقكم جميعا.